مساء الخير. اتكلمت في الحلقة اللي فاتت عن إن أسباب فشل العلاقات أو الزواج هو عدم احتواء الزوج لزوجته، واتكلمت عن اللي ممكن يتعمل ولو بسيط. كلامي النهاردة معاكي انتي بقى يا ست الكل، تعاليلي هنا عشان حابين نتكلم كلمتين ومن غير زعل، ونسمع الكلام ونفهمه بقلبنا وبعقلنا أولا وقبل أي حاجة، لأن ما ينفعش نتسرع في الحكم ولا وانتي ما اصل انتي مش عارفه اصل انتي ما تقصد، يعني كلام ايا كان اللي هتقوليه. اسمعي الاول انا هتكلم في ايه او هقول ايه وبعدين احكمي. اولا، انتي بتحتوي زوجك مش عاطفيا ولكن جسديا اولا، ثم عاطفيا، ثم ماديا، ثم انك تكوني زوجته. يعني بمعنى اصح انت لازم تكوني حبيبته، ثم صاحبته، ثم مديرة اعماله وصاحبه وكل الكلام ده، وفي الاخر خالص زوجته. لازم تحتويه كويس جدا. لازم جوزك ما يطلعش من بيته جعان عاطفيا وجسمانيا. ما ينفعش، الجعان هيطلع يدور بره. مش معنى كده هتقولي لي والله لا ده شبعان ومش عارفه ايه وبرضه بيطلع يدور بره، دي حالات قليله مش هقولك لا، بس الجوع العاطفي لازم بالنسبة للراجل تكوني فاهمة كيفيته ازاي، هو عايز ايه رغباته، لازم يكون في ما بينكم حوار، لازم توصلوا لأقرب نقطة واحدة انتوا الاتنين مع بعض، لازم تفهموا بعض، لازم تتكلموا مع بعض بكل صراحة. زي ما اتفقنا لازم نوصل لنقطة نتفاهم فيها مع بعض ونوصل بيها للرضا بين الطرفين والموافقة ما بين الطرفين لتحقيق أكبر كم من السعادة ليكي وليه. طيب، من أكتر المشاكل اللي بسمعها سواء كانت على لسان ست أو على لسان راجل إن هما بالنسبة للرجالة عنده مشكلة مع المدام. هو ليه مثلا بتطلع تبص بره، ليه بتعمل أصل عشان خاطر أنا المدام في بيني وبينها مشاكل، أصل احنا عايشين مع بعض عشان الأولاد، ودي الكلمة الحلوة اللي احنا كلنا بنسمعها دايما. وفي بعض الحالات بالفعل عن حقيقة وعن معرفة شخصية، المدام هو والمدام منفصلين، عايشين مع بعض في بيت واحد ومنفصلين جسديا، هي بتنام في اوضه الاولاد وهو بينام في اوضه تانية لوحده. طيب خلاص انفصلوا، لا ما ينفعش عشان خاطر الولاد. طيب اوكي روح اتجوز، لا ما هي قالت لي لو هتتجوز يبقى لازم تطلقني. طب اوكي حاولوا تصالحوا مع بعض، لا هي قالت لي احنا هنفضل عايشين مع بعض كده زي الاخوات. طيب انا كلامي للستات اللي بتعمل كده، حبيبة قلبي انت عارفة انت شايلة كام ذنب باللي انت بتعمليه ده؟